وانا ما لقيتش. حسيت نفسي لقيت الدنيا هاي اللي كنت ادور عليها. ما اعرف ليش تغشمين نفسك وتركض ورا سراب ما راح يتحقق ابدا. والله طلعت مكتوب ظاهر البشر بالوجه شيء من الداخل شيء ثاني. طالب طالب منين عرفتي انه انا متزوج؟ واكيد كل شيء له ثمن. بس عليك ايه ادري شلون صار الموضوع. خطاطون أول برنامج يتحدث عن أبجديات فن الخطرة. خطاطون في رمضان يوميا، انتظرونا. ما الذي حصل لأبيك؟ كيف عرفوا أنه كان يمدنا بالسيوف والخناجر والطعام؟ لا أعرف شيئا غير الذي رويته لكم، ولكني أشك أن هناك من وشى به وكان يترصد حركاته. والله لن يذهب دمه هذا وسننتقم له شر انتقام. منذ الآن أنت واحد منا، لك ما لنا وعليك ما علينا. أباك له دين برقاب جميعا. سيدي، هناك قافلة يا سيدي. عليك البقاء مع صخر والاعتناء به، فهو متعب جدا ريثما نعود. هيا هيا يا رجال. من في الباب؟ نحن جند الخليفة. اختبئ يا كوميت. أنا ليس وقتها الآن. شوف ايش وقت. ماذا تريدون؟ أين الكوميت؟ عما تبحثون؟ أين زوج الكوميت؟ الكوميت في طريقه إلى الحج وكاد أن يصل، وأنتم تبحثون عن في الكوفة. تالله لأشكوكم إلى خالد القصري، تقتحمون البيوت على أصحابها وتفزعون النساء. هيا. لمن هذه القافلة؟ أهي لك؟ نعم يا سيدي، أنا اسمي أبو عمارة، ولي شركاء ينتظرون عودتي في دمشق. ومن هم شركاؤك يا أبا عمارة؟ أصدقني القول، فقد يكون فيه سلامتك. الخليفة، هذه قافلة الخليفة. وهل فيها شيء غير الخليفة؟ لا يا سيدي. حسن، وماذا ترى؟ يا أخي، لكم القافلة وخلوا رقابنا. لك هذا،
اذهبوا فأنتم بأمان. هيا. يتجرؤون على قافلة الخليفة. هيبة دولة عظيمة كدولتي تهان من قبل حثالة من اللصوص. هون عليك يا أبتي، سيأتي يومهم. لا أريد كلاما يواسيني يا مسلمة، بل أريد أفعالا تخلصني منهم. سأرسل الجند في إثرهم يا مولاي، وأنا أنتظر سماع الأخبار التي أود سماعها. حثالة. ما بك؟ وهل ما تفعلونه تسمونه ثورة ضد الظلم؟ أجل، لنسترد بعضا من حقوقنا. وهل من ظلمك واسترق مالك هو صاحب القافلة؟ صاحب القافلة هو الخليفة، وسر الرجل. ما بكما؟ دعنا وحدنا. أنا أسمعك. نحن تحولنا إلى لصوص بدل أن نكون ثائرين، والناس تتعاطف مع الثائر وتعرب اللص. هل قتل أبي لأنه كان لصا أو قاطع طريق؟ أحيانا تتداخل الأمور بين الثورة واللصوصية. إن كان هدفنا مقارعة بني أمية وإسقاط ملكهم فما تفعلونه لا يحقق ذلك. نحن نعمل لهدف محدد، وكل ما نفعله لتحقيق ذلك. لقد جئتكم لأثر لدم أبي وبيتنا الذي يحترق وبداخله والدتي وأخي وأختي. أنا لست هنا من أجل شاة ولا بعير. جئتنا وما زلت ضيفا، لن تستطيع أن تغير شيء من قناعتنا. ورائي ما لا يسر ولا يطمئن. أفصح. بصراحة أنا هارب من جند الخليفة. ليس لي مكان بينكم. ولهالحد كرهتنا؟ أعرفك يا ابن أخي، أعرفك كما أعرف ظاهر يدي. ولو فتحت لك خزانة أموالي ذروتها كما تذروها الرياح. ما الأمر الهام والخطير الذي يستدعي وجودنا في هذا المكان والزمان يا طلحة؟ أريدك في مهمة، إن أنجزتها لي أعطيتك الكثير من المال. تضع نفسك في مقام ابن زياد؟ معاذ الله يا عمار، العين لا تعلو على الحاجب. ما عنيت هذا بكلامي. لا تعد لمثلها مرة أخرى، فهمت؟ السمع والطاعة. آمل أن يأتيني بما يثلج قلبي لأضمن الخلافة لمسلمة من بعد أبيه، وأبعد ذلك الأحمق السكير. أين الأولاد؟ أين هؤلاء الذين أدخموا من مال بيت المال من هؤلاء المتمردين على طاعتنا؟ كنت أسمع بهذه الفتن في خراسان منذ عزل أبي رحمه الله بكير بن وشاحن التميمي. ما خطب هذا الرجل؟ لا يعد كونه أحد العيون. إلى أين تذهب؟ وأنت صيد الأهل بالنسبة لهم. هل هات عليك روحك؟ هل رخص
خصت عليك والدتك وأختك؟ من أجلهما سأغامر برأسي، لن أتركهما هكذا ثكلى ويتيمة بلا سند ولا عون يتصدق عليهما جوار. هؤلاء دعاة من بني العباس جاءوا يدعونكم إلى أنفسهم. والله إن ظفرت بأحدكم يتبع أثره يؤمن بما يقولون لأقطعنه إربا. لقد غدا بيت محمد بن علي مرا لكل طالب علم وصاحب مسألة يا أمير المؤمنين. إنما يفعله محمد بن علي وولده جعفر ذنب لا يغتفر، وما يصلني من أخبار ما لا يسر.